اجيو تشوفوا معايا البلاطويات ديال الجزائر شنو تيقولوا على المنتخب الوطني المغربي بعد الفوز على البرازيل ب2-1. خليكم معنا، ولكن قبل غنرجعوا للفيديوهات ديال قبل الماتش تشوفوا معايا. خليكم معنا تشوفوا معايا فيديو هبيل تشوفوا معايا البلاطويات ديال الجزائر سطاو غادي يحماقوا علاش المغرب ربح البرازيل وكيفاش تربح. غادي تشوفوا معايا البلاطويات العربيه كيفاش مفتخرين بالفوز ديال المنتخب المغربي، وشوفوا معايا مقارنه مع البلاطويات ديال الجزائر وغتشوفوا اش غادي نقول لكم. خليكم معايا وغادي تشوفوا الحماق كي داير. حمية بين منتخب برازيلي قوي ومنتخب مغربي ضعيف جدا، لهذا أنا أرشح بالطبع المنتخب البرازيلي للفوز. نتمنى كل التوفيق والنجاح للمنتخب البرازيلي الشقيق في مباراته ضد المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. مباراة بين منتخبين، البرازيل المرشح الأول لحد الآن. البرازيليين معروفين بالفنية تاعهم، لكن المنطق يقول أن المنتخب البرازيلي راح يفوز بهذه المقابلة، وتبقى كرة القدم لها أسرار. نشوفوا ماذا راح يفعل. يعني تكلم على المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، منتخب ضعيف نسبيا. كيفاش راح يقابلوا الشبان يعني الهجوم تاع المنتخب البرازيلي اللي هو حقيقة قوي جدا. نشوفوا يوم غد كيفاش راح تكون نهاية هذه المقابلة، ولو أنا شخصيا أرشح المنتخب البرازيلي. المنتخب ترشح البرازيل للفوز على المنتخب المغربي. التوقعات ديالي المقابلة حتكون صعيبة، من نرشح المنتخب البرازيلي. تفيق باللي هذا المنتخب او حايب يروح بعيد في هذه المنافسه. نظن باللي هذا ماشي عائق على المنتخب البرازيلي وعلى التشكيله ديالو. والمنتخب المغربي ضعيف جدا، سيكون فريسه سهله للبرازيل كما شفنا كاع المقابله تاع البرازيل. نظن هذا ماشي عائق. نظن باللي المنتخب البرازيلي انا نقول باللي عنده فريق متكامل في 3 خطوط، سواء في الدفاع ولا في وسط الميدان او في الهجوم. نظن باللي راح تكون مقابله كبيره، مقابله نظن باللي راح تكون سيري، مش راح تكون مفتوحه. كل واحد يحب ما يغامرش. نظن انا مش راح يغامروا. بالك سيفيري، بالك المنتخب البرازيلي اللي عنده لاعبين اللي يملكوا مهارات كبيره. نظن بالك راح شويه يروحوا للهجوم. احنا نعرفوا المنتخب البرازيلي واللاعب البرازيلي كيفاش يخمم، يحوس، عندهم مهارات، عندهم لاعبين اللي يقدروا يروحوا لقدام ما يخافوش. نظن باللي احنا نشوفوا مقابله كبيره ان شاء الله، تكون مقابله مفتوحه باش يستمتع الجمهور الرياضي. شوف يعني بدون شك لو تحكم توزن اللاعبين تاع المنتخب المغربي واللاعبين تاع البرازيل، اللاعبين تاع البرازيل يعني تقال عليهم اقوى بكثير، ولكن اذا تبقى تاع مقابله تاع كاس العالم نظن باللي راح يعطيو كل ما عندهم. كما تكلم ياسين على الروح القتاليه اللي عندهم. كمل في السياق تاع محمد. تشوف انت المنتخب البرازيلي سيفري بالك عنده لاعبين اللي عندهم مهارات كبيره كما نعرفهم، تستمتع معاهم فوق الميدان. البرازيل اكثر توازن، اكثر قوه، اكثر دقه، فنيات اكثر، دفاعيا. هذه هي قوه هذا الفريق الان. عندهم هذيك الشراسه، عندهم هذاك التعطش للفوز، حايبين يديروا حاجه في هذا المونديال، وهذا نظن اللي يصنع الفارق في هذا البرازيل في هذا المونديال. كما شفتوا الشباب البلاطوي ديال الجزائر قبل الماتش شنو كانوا تيقولوا؟ غادي يحماقوا الناس ما حامليناش. صدق او لا تصدق، من يتصدر المجموعه؟ المغرب العربي الشقيق. ايه يا عم الجمال ده والحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه المتعه دي؟ بصراحه بألف صراحه لفريق المغرب. المغرب محمد تقي، بس الكابتن محمد وهبي والكابتن نبيل باها والسكتاوي، ترى هذا مشروع. تمام؟ مشروع مرتبط بالجامعه الملكيه. صحيح. تمام؟ الجامعه الملكيه يقودها منو؟ السيد فوزي الاخجع. صحيح. السيد فوزي الاخجع المنتخب ديالنا راه تفرح ملي تشوف بحال داكشي، واني بالعكس ملي تشوف البلاطوي ديال الجزائر الحق حامليناش ولا المنتخب المغربي ما يقدرش يربح وكذا وهادي. ما فهمتش الشباب هذا الشيء هذا، والله ما فهمت، اقسم لكم بالله ما فهمتش. الله يحرد الباس وصافي. المهم الشباب الا عجبتكم لا فيديو لايك وسبسكرايب، وشكرا لكم بزاف على الفيديو اللي حطيت على المنتخب الوطني، واخا حطيته بعد 3 الصباح كان فيه التفاعل وعجبكم لا فيديو. شكرا على الناس الزوينين والناس اللي داروا لي ابوني واللي علق وعجبوا الفيديوهات، وشكرا لكم بزاف والله العظيم. الى تعطيوني شحنه باش نصور لكم فيديوهات، وشكرا من القلب الشباب، والسلام عليكم.